باريس سان جيرمان يتفاوض مع نيمار على فسخ العقد. أكدت صحيفة موندو ديبوريتفو الكتالونية دخول باريس سان جيرمان في مفاوضات مع المهاجم البرازيلي نيمار من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة لفسخ عقده الممتد حتى عام 2026. وقرر النادي الباريسي التخلص من نيمار هذا الصيف، وتم إبلاغ اللاعب بالقرار قبل بضعة أيام، وذلك على الرغم من رحيل ليونيل ميسي في وقت سابق وإمكانية رحيل كيليان مبابي أيضا. ويبدو أن باريس سان جيرمان عازم على بناء مشروع جديد بشكل كامل، ولذلك يريد النادي التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب الباهظة والذين لا يقدمون الأداء المنتظر منهم. ونيمار يأتي على رأس هذه القائمة. برشلونة قد يفكر جديا بنيمار في الأيام القادمة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان يعمل على فسخ عقد المهاجم البرازيلي والسماح له بالرحيل مجانا، مقبل